طيب قبل ما نشرح المودرن بريدكت تيبل، هنراجع تاني اللي احنا يعني قلناه بسرعه، عشان حاسس ان انا لما سمعت الفيديو تاني حاسس ان انا توهتكم نوعا ما في حته الالكترونيك كونفيجريشن دي. فبص يا شباب، من الاخر يعني من الاخر خالص، احنا هناخد تقسيمه البوتاسيوم اللي احنا قسمناها دي، تمام؟ وافهمكم انا كان قصدي ايه باللي انا قلته ده. تعالوا الصفحه دي على طول. قلنا البوتاسيوم وحرف الكي عنده 19 الكترونز، تمام؟ عندنا النيوكليوسايد، عندك ده الكي ال ام ان، تمام؟ فدلوقتي قلنا ان الكي لما حسبنا بالقانون اللي هو كان 2 ان باور 2، لان الكي اخره 2 الكترونز، صح؟ ال برضو لان هو اخره كام؟ 8 الكترونز اهوت. قلنا ال بياخد 8 والام 18، صح؟ وكده لما خدنا 2 و8 يبقى لنا كام الكترون هنا؟ يبقى لنا 2 8 كده كام؟ يبقى لنا 9 الكترونز، صح؟ ال 9 الكترونز دول المفروض بقى طالما الام المفروض انه بيستحمل كام؟ 18، تمام؟ فلو ممكن احط له 9 كلهم عادي، صح؟ هنا بقى الفكره هنا بقى ان في قاعده في الكيمستري بتقول ايه؟ بتقول ان اي اوتر موست انرجي ليفل لازم ما يعديش الالكترونات عددهم فيه 8 الكترونز، تمام؟ يعني دلوقتي احنا لو قلنا ان خلاص قلنا بقى لنا 9 الكترونز، فالمفروض احطهم بقى كلهم في الام، بقى كده انا مش هيبقى عندي ان، صح؟ خلاص انا كده خلصت كل الالكترونز اللي عندي. 2 في الكي و8 يبقى 10 و9 يبقى 19، كده خلاص البوتاسيوم، صح؟ فبالتالي الام هيبقى هو الاوتر موست انرجي ليفل، هو الاوتر موست انرجي ليفل، صح كده؟ فالقاعده تقول لك ايه؟ بتقول لك ان اي اوتر موست انرجي ليفل ما ينفعش يعدي فيه اكتر من 8 الكترون، او ما ينفعش يبقى فيه اكتر من 8 الكترونز، تمام؟ فبالتالي الام هنا يبقى فيه 9، فبالتالي ما ينفعش. هي دي القاعده كلها حرفيا. كل الكلام اللي انا كنت بقوله ده هو ده اللي بيمثل الكلمتين اللي انا قلتهم دلوقتي حالا، ان هو ما ينفعش يبقى الاوتر موست انرجي ليفل فيه اكتر من 8 الكترونز. فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح حاطين في الام 8 الكترونز عادي جدا، تمام؟ بنحط في الام 8 زي ما قلنا ان هو اخره 8، حطينا 8 بقى لنا كام؟ بقى لنا الكترون واحد بس، نروح عاملين انرجي ليفل الاخير نحط فيه 1 الكترون، بس كده. كده خلصنا كل اللي انا كنت بقوله ده، حرفيا يتلخص في ايه؟ في السلايد دي. فالسلايد دي كده مهمه جدا 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 مهمه، تمام؟ لو حد مثلا ما فهمش كل الكلام اللي فات، فحد يعرف بيتلخص كل حاجه انا قلتها. ندخل بقى على البريودك تيبل. ده خدناه في تاني اعدادي، هو يعتبر سهل يعني، مش صعب ولا حاجه. انا برضو انتوا مش هنحتاجه قوي الصراحه، بس احنا يعني يعتبر ده اساس اصلا التعامل مع الكيمستري والرموز والايكويشنز والحاجات دي كلها. فاولا احنا هندرس في حاجه اسمها الجروب، في حاجه اسمها البريود، تمام؟ اولا لو عندي مثلا طابور كده على بعضه، ده كده اسمه ايه؟ اسمه جروب. ده كده كله اسمه جروب، ده اسمه جروب، ده جروب، ده جروب، ده جروب، ده جروب، تمام؟ وهكذا. طيب بالنسبه لو مشيت بالعرض بقى، لو مشيت بالعرض مثلا كده، ده بريود، بريود، بريود يعني دوره، تمام؟ يعني زي ما احنا قلنا مثلا صف يبقى دوره، يبقى كده دي كده كلها اسمها بريود 4، دي بريود 3، بريود 5، تمام؟ طيب الجروبس بتتسمى ازاي؟ فوق اهيت عندك حاجه اسمها جروب 1A، جروب 2A، جروب، بص بقى بنسيب ده كله، تمام؟ ونروح هناك خالص، جروب 3A، 4A، 5A، 6A. الجي بي ديت اختصار جروب عشان تبقوا فاهمين بس، تمام؟ جروب 5A، 6A، 7A. ودي المفروض تبقى اسمها 8A، صح؟ بس لا، اسمها جروب 0 او جروب 18، تمام؟ دلوقتي بقى احنا قلنا ان بالطول كده اسمه جروب، بالعرض اسمها بيريود، تمام؟ قلنا الجروبس الاول عشان نخلص من الجروبس الاول، قلنا ان ده 1A 2A، وبعدين بنسيب ده كله وبعدين نمسك في البي بلوك كده 3A و4A و5A 6A 7A وهكذا، تمام؟ طيب في النص دول عباره عن ايه؟ دول حاجه اسمها ترانزيشن اليمنتس، العناصر الانتقاليه. اغلبهم بيبقى عناصر كبيره كبيره جدا، اللي احنا اصلا يعتبر مش هنتعامل بيهم اصلا، يعتبر لا في الثانوي ان شاء الله في التوزيع الكيميائيه وهكذا، يعني لان احنا التوزيع الكيميائي اللي احنا خدناه لسه من شويه
دي مش بتستحمل الا العناصر اللي هي الصغيره، اللي يعتبر اللي هي جروب 1A وجروب 2 وجروب 2A. يعني مثلا اصلا مش كلهم كمان اصلا، يعني حد البوتاسيوم هنا بس ده اخرنا، وحد الكالسيوم برضه اخرنا. دول لسه دول مش هنعرف ان احنا نعملها بسبب ان الطريقه اللي احنا خدناها ديت مش بتعرف ان هي ايه ترتب العناصر الكبيره دي. احنا بس بنرتب العناصر الصغيره. بس دول طبعا لهم طريقه توزيع تانية. العناصر الكبيره دي لها عناصر ليها طريقه توزيع تانية ان شاء الله. هناخدها باذن الله في الثانوي، ربنا معاكم ان شاء الله. فقلنا الطريقه دي مش بتشتغل الا على العناصر دي كلها كده، تمام. وعندك برضو العناصر اللي هي بتاعت اللي على اليمين خالص دي، عندك دي بنرتبه عادي ودي عادي. دول لا برضو، يعني يعتبر بنرتب لحد هنا كده يعني. بس كده دول اللي احنا بنقدر نرتبه، دول كده ودول. هي طريقة عقيمة شوية أو مش عقيمة، هي لها حدود، فاهمين؟ بس وده مش مزاج أنا، هو عامة كده. دي طريقة سهلة مبسطة لتالتة إعدادي بس. إنما الثانوي إن شاء الله بقى أولى وتانية وكده، فلما بناخد كيمياء بجد بقى وكيمياء صريحة، فبيبقى في طريقة أكبر بقى اسمها اللي هي زي ما قلت لكم من شويه، اللي كانت اس بس دبس والحاجات دي هتعرفوها ان شاء الله لما تخش ثالثه ثانوي، ثانيه ثانوي او اولى ثانوي ان شاء الله، مش فاكر. تمام. ده بالنسبه للبيريودز. قلنا بقى البيريودز ده بالنسبه للجروبس. انما البيريودز قلنا دي بيريود كده ودي بيريود ودي بيريود وهكذا. البيريود بتسمى مش من فوق لتحت، ممكن في عندك 7 بيريودز، دي بيريود 1 بيريود 2 3 4 5 6 7 وهكذا. الاهم من ده كله بالنسبه لي، الاهم من ده كله بالنسبه لي ان انا اعرف ليه مترتبين في periods وجروبس. اولا تعالوا ناخد واحده واحده. جروب 1 وجروب 1 ايه، اول جروب خالص ده اللي هو الجروب ده، تمام. اولا عندي في ايه؟ عندي في الهيدروجين، تمام، وعندي في الليثيوم وعندي في الصوديوم وعندي في البوتاسيوم. تعالوا كده نرتبهم على طول. تعالوا نفتح صفحه جديده ناخد بس بيج كده على طول. بسرعه 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 بسرعه، وناخدها هنا. بعدين صفحه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. خدنا الهيدروجين والليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم. تعالوا بقى ايه نعمل الالكترون كونفيجريشن لكل واحده منهم. اولا عندي الهيدروجين. الهيدروجين ده غاز الهيدروجين خدنا هو عنده 1 الكترون بس، صح؟ يبقى هنعمل كده كي. كي تاخد 2 اخرها، خلاص عندنا 1 الكترون زي الفل كده، تمام. عندنا الليثيوم. الليثيوم ال اي ده الرمز بتاعه. لما يجي نرتبه عندك هو عنده 3، ده كده الرقم ده بيرمز لعدد البروتونز وعدد ايه الالكترونز. مش احنا قلنا الالكترونز بتساوي عدد البروتونز، تمام. يبقى عندنا كده عندك 3 الكترونز. عندك الكي بياخد 2 عادي، هيبقى لنا كام الكترون؟ هيبقى لنا 1 الكترون، فنروح حاطينه في الام في ال، تمام كده. طيب الصوديوم. الصوديوم قلنا عنده 11 اهو 11 الكترونز، فنعمل ايه ورمزه ان ايه، بنعمل كده. يبقى عنده اولا الكي والال. مثلا الكي بياخد كام اخره 2. طيب هيبقى لنا كام؟ هيبقى لنا قلنا 11 ماينس 2 هيساوي كام؟ 9. طبعا انتوا مش تعملوا الكلام كله تعملوه في دماغكم على طول، بس انا بوضح لكم احنا بنعمل ايه بالظبط عشان مثلا اللي مش مجمع يكون مجمع كل حاجه باذن الله. ف 11 ماينس 2 بقى لنا 9. هل ال هتاخد 9 كلهم؟ لا، ال اصلا اخرها كانت بتاخد 8، صح؟ فهحط 8 هنا. هيبقى لنا كام؟ هيبقى لنا 2 8 10. هيبقى لنا 9. هيبقى لنا كده 1 الكترون بس. يبقى كي ال ام ده ايه 1 الكترون بس، تمام. طب نخش على البوتاسيوم، اخر حاجه احنا اصلا عمالين نعمل فيها اصلا بقالنا نص ساعه. فيبقى لنا ايه؟ يبقى كي ال ام ان 2881. طب انتوا بقى ركزوا كده على الترتيبه دي كلها. ايه اللي انتوا ملاحظينه؟ ايه اللي انتوا ملاحظينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده، بص عندنا الاوتر موست انرجي ليفل فين؟ فين الاوتر موست انرجي ليفل؟ ما ده اوتر موست انرجي ليفل. ال اوتر موست انرجي ليفل. الام ده هو الاوتر موست انرجي ليفل. والان ده هو الاوتر موست انرجي ليفل، صح كده؟ يبقى الاوتر موست انرجي ليفل قلنا ان هو ابعد انرجي ليفل او ابعد مستوى طاقه عن ايه؟ عن النيوكليوس، صح؟ ف ايه بقى انتوا شايفينه بين كل الانرجي ليفلز اللي بره دي الاوتر موست؟ كلهم فيهم 1 الكترون، صح؟ 1 الكترون 1 الكترون 1 الكترون 1 الكترون، صح كده؟ ليه بقى في 1 الكترون؟
هم بقى العلماء لما جم رتبوهم على الاساس ده، ان اي جروب لقوا ان اي جروب ورا بعض، لقوا ان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها بيبقى فيه نفس عدد الالكترونات. يعني الهيدروجين في 1 يبقى الليثيوم اخره في 1، الصوديوم اخره في 1، البوتاسيوم اخره في 1، وهتلاقي برضه الرابيديوم برضه لما يترتب اخره في 1 وهكذا. طب إيه؟ جروب 2A، الجروب ده البريليوم ده عنده 4 الكترونز، لو رتبناهم هيبقى ايه؟ 2 و2 صح؟ فالمغنيسيوم عنده 12، يبقى عندك 2 8 2 صح؟ لقوا برضه ان اخره برضه 2. فهم لما قسموا العناصر دي لقوا ان اخر كل يعني مرتبين مثلا كل جروب على اساس ايه؟ على اساس ان كل الاليمنتس او كل العناصر اللي فيها اخرها نفس عدد الالكترونات، او في الاوتر موست انرجي ليفل بيحتوي على نفس ايه؟ نفس عدد الالكترونات. فهو دي اساس تقسيمه الجروب. تمام. نفس الكلام برضه في جروب 3A و4A و5A و6A وهكذا. طيب بالنسبه للبريود بقى، البريود قلنا دي اسمها عباره عن ايه؟ عن دوره. تعال ناخد اول تو اليمنتس دول اللي هم البوتاسيوم والكالسيوم. البوتاسيوم عنده 19 الكترون والكالسيوم عنده 20 الكترون. تمام. تعال نعمل كده بيج جديده. عندنا البوتاسيوم الكي عنده 19 الكترونز، والكالسيوم عنده 20 الكترونز. تعال بقى نعرف الفرق بين الاثنين دول. قلنا البوتاسيوم اللي هو كده بيتقسم ازاي؟ كي ال ام ان 2 8 8 1. طيب الكالسيوم او عندك تحط 2 اوكي، يبقى لنا كام؟ عندك ال كي والال اللي بياخد 8 صح؟ كي ال ام الام قلنا هياخد كام؟ المفروض 18، بس لا، هو كده هيبقى لنا كام من 10؟ هيبقى لنا 2 الكترون. هل الام بياخد ام؟ لا 10، لا ما ينفعش، يبقى نشيل 10 دول نحط 8 بس صح؟ يبقى 2 8 8. الان بقى المفروض ياخد كام؟ 2 8 10 10 زائد بلس 8 يبقى 18. بقى لنا كام؟ بقى لنا 2 الكترونز وهكذا. تمام. طيب دلوقتي احنا قلنا ان البوتاسيوم والكالسيوم جنب بعض اهو صح؟ البوتاسيوم اهو والكالسيوم جنبه في نفس البريود، يعني بيريود 4 ها، بيريود 4. لو جينا نعد الانرجي ليفلز 1 2 3 4. طيب الكالسيوم 1 2 3 اوه، يبقى كده معنى انهم في نفس البريود يبقى هم عندهم نفس النمبر بتاع الانرجي ليفل. تمام كده. يبقى الفرق بين البريود والجروب ان هم لما يرتبوا العناصر بيرتبوهم على اساس ايه؟ على اساس حاجتين. اول حاجه هي النمبر اوف outer most electrons. تمام. وتاني حاجه النمبر اوف energy levels. نمبر اوف ايه؟ عشان لو حد عاوز يركز فيها، نمبر اوف energy levels. فبالتالي ان لما يلاقوا ان النمبر اوف اوتر موست الكترون بيساوي بعضه يبقى هم بيبقوا ايه؟ سيم جروب صح كده؟ طيب لما النمبر اوف انرجي ليفلز واحد يبقى هم في السيم بيريود. مفهوم كده يا شباب؟ دول يعتبر يعني معلومتين لازم نعرفهم كويس. طيب دلوقتي انا عندي العناصر، في منها عناصر بتوصل كهرباء وعناصر ما بتوصلش، وعناصر مثلا يعني في مثلا عندي غازات وفي عندي حاجات صلبه وحاجات سوليد وهكذا. تمام. فاحنا ممكن نقسم الحاجات دي كلها بالتقسيمه اللي تنفعنا. ثانيه واحده. ممكن نقسم الجدول ده كله او جدول العناصر ده كله تقسيمتين هيريحونا ونفهم بيهم اغلب الحاجات يعني. الا وهي حاجه اسمها الميتالز والنون ميتالز. الميتالز والنون ميتالز اه بالعربي مالهاش لازمه يعني، مش تعرفوها اسمها فلزات ولا فلزات، فمش تفرق قوي يعني. الميتالز والنون ميتالز، لو جبت مثلا حته حديد وحته خشب، حته حديد وحته خشب، مين فيهم اللي هيوصل حراره؟ طبيعي يعني، السؤال ده بديهي جدا يا دكتور عمر. يبقى هي ايه؟ الحديد طبعا. طب لو جبت حته الومنيوم حطيتها مثلا في دايره كهربائيه هتوصل كهرباء ولا مش هتوصل؟ هتوصل طبعا. طب لو جبت مثلا حته نحاس، سبحان الله يعني السلوك كلها اصلا مصنوعه من النحاس. فاللي انا قلت لكم كل اللي بيوصلوا كهرباء دول حاجه اسمها الميتال. طب والخشب، وعندك مثلا البلاستيك، دول بيوصلوا كهرباء؟
اكيد لا. فبالتالي دول اسمهم نون ميتال. طيب هل اصلا يعني هي دي البروبرتيز الوحيده اللي موجوده عندهم اللي هي توصيل الكهرباء؟ لا، في حاجات تانية كتير مثلا. زي مثلا الميتال، الحديد مثلا انا ممكن اشكله صح وما يتكسرش. طيب والنحاس برضو ممكن اتنين، انا بمسك مثلا سلك الكهرباء وبتنين. طب الخشب مجرد ما احط عليه فورس او مثلا احط عليه قوه زياده، اوبا تلاقيه يروح مكسور. فهمت؟ فدي برضو تاني بروبرتيز برضو احنا مش هناخد الحاجات اللي احنا اصلا بنشوف اصلا بعينينا يعني عامه. تمام. فهم بقى المفروض ان الميتالز والنون ميتالز دول عباره عن اصلا عباره عن حبه حاجات، عباره عن عناصر في الاول وفي الاخر. يعني الحديد ده مثلا اللي بيوصل كهرباء، ده الحديد اللي بيوصل كهرباء، والالومنيوم اللي بيوصل كهرباء، والكبر اللي بيوصل كهرباء، ما دول كلهم ايه؟ اليمنتس، عناصر احنا عمالين نحكي من الصبح صح. فانا دلوقتي عندي عناصر كتير، عندي عناصر كتير. طيب انا في الاول ما كنتش عارف اسميهم، فرحت عملت رولز او قواعد ان انا اسمي بقى العناصر عشان اعرفها صح. اديت لكل ايه، اديت لكل عنصر رمز عشان اعرف الفرق بينه وبين التاني. طب برضه انا عندي عناصر كتير برضه. فاي حاجه عامه لما بلاقيها كتير بعمل إيه؟ انت مثلا بينك وبين نفسك مثلا لما تيجي مثلا تعمل لك تاسك معين، وراك مثلا النهارده في اليوم الصبح انا بعمل ورايا يجي مثلا 20 تاسك ماشي. فهل انا بكتبهم كلهم ورا بعض كده، ولا انا مثلا بصنفهم مجموعات؟ عندي مثلا تاسك ان انا هروح الكليه او هروح مثلا المدرسه، اجيب مثلا ورقه كذا واحضر سيشن كذا وكذا، كلهم دول بحطهم تحت نفس البند. تمام. نفس الكلام برضو انا عندي اليمنتس كتير قوي، فانا عاوز اقسمهم لفئات معينه علشان اعرف افرق بينهم برضو. تمام. فبالتالي انا بقسمهم لحاجه اسمها الميتالز والنون ميتالز. تمام. الجدول اللي انا مش هتعمق برضه الصراحه قوي في التفاصيل يعني، بس اوريكم فين الميتالز وفين النون ميتالز. نجيب مثلا لون بامبي مثلا ده كده، جروب 1A وجروب 2A كلهم ميتالز ما عدا حاجه واحده بس عشان ما نتلخبطش. نقول هنا كده دول كلهم ميتالز. الهيدروجين ده يعتبر ايه، عامل زي الجاسوس كده. هو اصلا نون ميتال بس هو جاي واقف معاهم كده غصب عنه. ليه؟ علشان زي ما قلت لكم في الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه في كام؟ في 1 الكترون. في 1 الكترون بس. فعشان كده غصب عنه لازم يتحط في التقسيمه مع العناصر اللي اخرها 1 الكترون. تمام. علشان ما نتلخبطش، اصلا انا مثلا ده باخد 1 الكترون احطه هناك يبقى انا كده بوظت الدنيا. والمودرن بريدنج تيبل استنى مودرن لانه يعني مشوا يعني، او مثلا التصنيف الجديد اللي اتحط هو تصنيف البريز والجروبس ده عشان يعرفوا يفرقوا بينهم وبين بعضهم. تمام. فهو فالصف ده زي ما قلت لكم هو ده الصف بتاع الميتالز. ده ميتالز وكل اللي في النص دول ميتالز برضو. تمام. ميتالز برضو، ده كله ميتالز، ده كله ميتالز. تمام. عندي بقى عندي بقى ده كده نون ميتالز، ودول نون ميتالز. تمام. يعتبر كده دول كلهم نون ميتالز غالبا يعني. تمام. وتقريبا اغلبهم نون ميتالز اصلا كمان. انا بصراحه مش عارف كل العناصر دي يعني الصوت، بس غالبهم نون ميتالز ما عدا الصف فين؟ ما عدا الصف ده ثواني يعني كده. هو الالومنيوم ميتال، والسيليكون ميتال، والجرمانيوم ميتال، وهكذا. والليد برضو ميتال. وايه تاني؟ هو كان في صف كده معمول كده تقريبا كنا بنمشيها كده، كان دول ميتالز والباقي نون ميتال. بس حاجه يعني مش مهمه يعني. مش مهم. العناصر دي اصلا اغلبهم مش بنستعملهم الا الالومنيوم بس. الالومنيوم ده بس ده اللي احنا عارفينه يعتبر. هو السيليكون دول يعتبر اهم حاجه يعني نعرفهم بس خلاص، انما الباقي يعني مش بيجي لنا اصلا ومش هنحتاجه في حاجه. انا نفسي مش عارفه اصلا ومش محتاج اعرفه ومش عاوز اعرفه. فاهم؟ مالكم انتم اصلا انتم مش هتحتاجوا في حاجه. فاهم حاجه بس تعرفوا ان اللي في النص كله ميتال، واللي على الشمال كله جروب 1 اي و2 اي كلهم ميتال ما عدا الهيدروجين ده ايه، ده نون ميتال. تمام. وعندي الصف اللي هو الاصفر ده كله، الصفر دول غالبا دول نون ميتالز كلهم. تمام. دول حاجه اسمها النوبل جاز. دول حاجه اسمها ايه، نوبل جاز. النوبل جاز دي الغازات اللي هي عارفين ما بتتفاعلش مع حاجه. هي عارفين الناس اللي في حالها ده عمليه اسمها ده 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a، دول حرفيا زيرو. فاهم؟ في حالهم ما لهمش علاقه بحد.
ف يبقى افتكروا النوبل جاز ان هم الناس ايه مالهمش علاقه بحد. انتم زي ما قلت لكم بقيه التسميه ديت مش مهم قوي يعني، لا تعرف فين العاصمه بالظبط اللي هي مش ميتال. انا قلت لكم على اهم الحاجات اللي هو جروب 1 اي و 2 اي كلهم ميتالز ما عدا الهيدروجين. الدي بلوك او الصف في النص ده كله عباره عن ميتالز برضه. هنا نعرف اهم حاجه الالومنيوم والسيليكون بس هما دول الميتال، والباقي ده كله كده نون ميتال. والصف الاخير خالص ده زي ما ايه اللي هو الناس ما لهمش علاقه بحد هم نوبل جاز يعني. انا في حالي كده نوبل جاز هو في حاله، نوبل جاز في حاله تمام. والصفين تحت دول بقى ما كنتش دعوه بيهم يعني، مش مهم خالص يعني. انا اصلا خلصت ثالث سنه اصلا وعارفين مش فاكر انت عملت اصلا معايا عنصر بيهم اصلا، فهم مكتوبه كده لله وخلاص. فما تشغلوش معاكم بحاجه مالهاش لازمه. كده خلصنا البريودك تيبل. هنا بقى بيفكروا برضه في تقسيمه الميتالز والنون ميتالز اللي انا قلت لكم عليها. قلنا في حاجه مهمه بقى، دي حاجه مهمه. تعالوا بس نقرا اللي تحت الاول ده عشان ده زي اللي انا قلته بالظبط هناك. قال لك ان هم زي هاف ميتاليك لاستر. الميتالز بتبقى لامعه، الحديد حته الحديد مثلا بتبقى لامعه، حته الخشب ما بتبقاش لامعه ولا حاجه يعني بتبقى داكنه عادي تمام. اهو النون ميتالز they don't have luster او اوبيك زي مثلا الكربون مثلا. عارفين مثلا الكربون بتاع الرصاص رصاص يبقى غامق شويه تمام. ففي نقطه بقى بستقولها لكم من البريدكت تيبل. مش قلنا الصف ده كله ميتالز وده ميتالز صح؟ وقلنا الالومنيوم ميتال. طيب احنا لو خدنا مثلا الصوديوم وعملنا له الكترون كونفيجريشن لقينا ان اخره في 1 الكترون صح؟ اخره في 1 الكترون. طيب لما خدنا المغنيسيوم وعملناه وقسمناه طلعنا ايه اللي هو 282 لقينا في اخره 2 الكترون. ده كله ميتالز برضه صح؟ طب لما خدنا قلنا الالومنيوم برضه ميتال صح؟ طب لما جينا نرتبه عندك عنده 13 صح؟ يبقى 283 كاتن 3. فاتضح ان دول كل النون ميتالز اللي قلت لك عليهم يعتبر. فاتضح ان كل النون ميتالز كل الميتالز اقصد كل الميتالز لازم ينتهوا يا اما ب 1 الكترون او 2 1 الكترون او 2 الكترون او 3 الكترون. نفس المعلومه مكتوبه تحت اهي ان the last energy level in their atoms اللي هو الميتالز يعني ends with 1 2 or 3 electrons. قلنا هو الصوديوم اخره 1 الكترون، ان المغنيسيوم اخره 2 الكترون، والالومنيوم اخره 3 الكترون، وهكذا كل الميتالز لازم يبقى اخرها 1 or 2 or 3 الكترونز تمام. طيب النون ميتالز لو خدنا مثلا الكربون، لا نسيب الكربون دلوقتي. خدنا مثلا النيتروجين عنده 7 الكترونز صح؟ 7 يبقى 2 5 2 و5. طيب الاكسجين 8 يبقى 2 و6 صح؟ طب الفلورين 2 هو عنده 9 و9 يبقى 2 7. يبقى كل النون ميتالز يا اما تبقى اخرها 5 او 6 او 7 الكترونز تمام. هناخد مثلا السلفر اهو عنده 16 صح؟ يبقى 2 8 6 اخد 6 برضه. يبقى اي نون ميتال لازم اي نون ميتال ركز الكلام اي نون ميتال لازم بينتهي بايه 5 6 or 7 الكترون. يبقى most non-metals have an electron configuration that ends with 5 6 or 7 electrons. طب most metals have an electron configuration that ends with 1 2 or 3 electrons. inert gases سيدي بقى ونركز. inert gases عشان قلت لكم ان في صف في الاخر كده ملوش علاقه بحد. الصف ده كده ملوش علاقه بحد ولا هو ميتال ولا هو نون ميتال. هو عباره عن غاز، هو عباره عن جاز ولكن ملوش علاقه بحد. هو النون ميتال ده اخرهم هنا كده ماشي. دول اخر نون ميتال. انما من اول هنا كده زي ما قلت لكم ده عباره عن ايه؟ ده بقى اللي هو الصف اللي ملوش علاقه بحد. بيسموه ايه بقى؟ بيسموه حاجه اسمها النوبل جاز. نوبل جاز ملوش علاقه بحد، هو في حاله نوبل، هو في حاله كده. طيب في اسم تاني بيتقال عليه برضه اسمه ايه؟ اسمه الانرت جاز. انرت جاز او نوبل جاز هتلاقي في حرف الان اسمه انرت او نوبل جاز. هو ده الصف ايه اللي ملوش علاقه بحد، ملوش علاقه بحد. طيب بيقول لك ايه؟ الانرت جازز هاف ان الكترون configuration that ends with 8 electrons. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالى مثلا نمسك عنصر واحد منهم الا وهو عنصر
الارجون او النيون. النيون ده في كام الكترون؟ في 10 الكترون صح؟ اهو في كام؟ النيون في 10 الكترونز. تعالى كده نرتبه. 10 الكترون يعني الكي عنده 2 والال هياخد كام؟ 2 يبقى 2 يبقى 2 8 الكترون صح؟ طيب ناخد مثلا الارجون. الارجون اللي هو ده عنده 18 يبقى عندك 2 8 هيتبقى لنا 8 صح؟ يبقى النيون اخره 8 والارجون اخره 8 كلهم في الاوتر موست انرجي بتاعهم اخرهم 8 الكترونز. اخرهم ايه؟ 8 الكترونز. ليه بقى؟ بص مش احنا قلنا ان هنا ما ينفعش. فين القاعده اللي احنا كتبناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان اي اوتر موست انرجي ليفل ما ينفعش يبقى فيه اكتر من 8 الكترون صح؟ قلنا ما ينفعش يبقى فيه اكتر من 8 الكترون. عشان كده خليت الام هنا خليته يبقى فيه 8 بس مش 9. اذا اي اوتر موست انرجي ليفل لما بيبقى اخره 8 عشان كده بيبقى مستريح. انا مش عاوز حاجه تانيه من الدنيا خلاص كده. انا خدت كفايتي واخدت اخري. خدت 8 الكترون اللي انا عاوزهم بس مش عاوز حاجه تانيه خلاص كده. بس كده. اذا الذره لما بتبقى في حاله استقرار بنقول عليها ايه؟ ان هي عندها 8 الكترونز بره بس. يبقى لما الذره يبقى اخرها 8 الكترونز بس معنى كده ان هي في حاله اسمها ايه؟ حاله الاستقرار. فعشان كده قلنا النيوم اخره 8 الكترون، الارجون اخره 8 الكترون، والكريبتون والزينون نفس الكلام برضو هتلاقيهم اخرهم برضو 8 الكترون. فعشان كده قلت لك ايه؟ قلت لك ان هم الصف ده كده الصف ده ايه؟ ملوش علاقه بحد. هو انا مستقر في حالي، مش عاوز ان انا اتفاعل مع حد ولا عاوز اكلم حد ولا عاوز اعمل اي حاجه. انا في حالي. انا عندي 8 الكترونز في الاوتر موست انرجي بتاعي، مش عاوز حاجه تاني. بيقول لك هنا تعالى نقرا بقى اللي بيقول لك هنا. بيقول لك اهو الانرت gases have an electron configuration that ends with 8 electrons in their outermost energy level except الهيليوم. ايه هو الهيليوم ده؟ الهيليوم ده عنصر ملوش لازمه كده. آه الهيليوم ده اهو عنصر ملوش لازمه زي ما قلت لكم. عنده 2 الكترونز اونلي، 2 الكترونز بس. هترتبه ازاي؟ هو اوكي بس كده خلاص. كل سنه طيب. بس كده خلاص. وعنده 2 الكترونز حطه في الكي وخلاص خلاص. طيب بالنسبه له كده الكي ديت ما هي الاوتر موست انرجي ليفل برضه صح؟ ما هو ما عندوش الا انرجي ليفل واحد اسمه الكي. في اخر الكي خالص ما هو عنده 2 الكترونز بس. فاذا هو ده الاوتر موست انرجي ليفل بتاع الهيليوم، بتاع غاز الهيليوم صح؟ فبالتالي هل ده يعتبر نوبل جاز؟ ما هو يا ابني ما هو خلاص. مش هو الكي ده اصلا الكي لما احنا حسبناها بال 2 ان باور 2 طلع ان الكي اخره ياخد 2 الكترونز بس صح؟ فهو خد 2 الكترونز اهو. اذا هو واخد كفايته ومستريح ومش عاوز خلاص كده. انا مستقنيس ومش عاوز ان انا اكلم حد ولا اعمل حاجه مع حد تاني صح كده؟ فاذا بنقول على الهيليوم ان هو نوبل جاز برضه. يبقى كده الصف ده كله تاني اهو. ولو تاني الصف اسمه النوبل جاز اللي هم ايه؟ مش عاوزين يتفاعلوا مع حد. انا عندي 8 الكترون. انا عندي الانرجي ليفل بتاعتي الاخيره واخده كفايتها ومستريحه ومش عاوز اتكلم مع حد. تمام؟ بس كده. يبقى ده كده بالنسبه ايه للبريدكت تيبل كله. قلنا الميتالز عندها اكتف كونفيجريشن 1 و2 3 في الاوتومات انرجي. عندك النون ميتالز عندهم 5 6 7. الانرت جازز عندهم ايه؟ 8. هيليوم عنده 2 الكترونز هيليوم. تمام. طيب قسمناهم بقى. قسمنا الجدول البريدكت تيبل لعناصر. قلنا ان في الميتالز وفي النون ميتالز وفي النوبل جازز. قلنا حاجه مهمه قوي. قلنا النوبل جازز في النص كده لو حد خد باله ليه مالهاش علاقه بحد، مش بتكلم حد ومش بتتفاعل مع حد. يبقى العلماء اصلا قسموا الجدول الدوري عشان نعرفوا ونفرق بين الاليمنت ماشي. بس برضه هو انا اصلا دلوقتي مش انا قلت ان عندي حاجه اسمها الاليمنت حاجه اسمها كومباوند صح؟ الاليمنت قلنا دي ماده لو كسرناها مليون حته هيطلع لي في الاخر نفس الماده برضه. طيب الكومباوند لو انا كسرته، لو انا قعدت اكسر فيه هيطلع لي مادتين او اكتر مختلفين صح كده؟ طيب هو المادتين والاكتر مختلفين دول اصلا مش هما اتحدوا مع بعض وعملوا روابط كونوا لي الماده الكبيره اللي هي الكومباوند الكبير صح؟ اذا المواد اصلا بترتبط مع بعضها يعني متحده مع بعضها. فانا في عندي حاجه اسمها البيهيفير
حاجه اسمها البيهيفير او التصرف بتاع كل element في البريودك تيبل. يعني هم قسموهم لميتالز ونون ميتالز ونوبل جاز، لان كل عنصر من العناصر دي بيشتغل او مثلا بيتصرف تصرف على حسب الاوتر موست انرجي بتاعه، صح؟ طيب هتقول لي ليه يا دكتور؟ ما هقول لك، مش انا قلت لك ان النوبل جاز زي مثلا النيون، مش هو مثلا اخره هو عنده 2 الكترونز صح؟ لما نرتبهم بيبقوا هكذا، يبقوا 2 و8، فهو عنده 8 الكترونز. احنا قلنا ان اقصى حاجه ممكن ياخدها اي اوتر موست انرجي ليفل يبقى كام؟ ب 8 الكترون، يعني هو واخد كفايته صح؟ ولا انه عاوز، هو مش عاوز يتفاعل، هو مش عاوز يتفاعل بحاجه، هو نو رياكشن، هو لا يتفاعل مع حد، هو اسمه غاز حامل، يعني حامل يعني ما بيتعاملش مع حد. فعشان كده قلت لكم النوبل جاز كلهم مش بيتعاملوا مع حد. طيب مثلا لو خدت الميتال، مثلا ناخد ايه؟ الصوديوم، لان ايه؟ كان عنده 11 الكترونز، تمام؟ بنرتبهم ازاي؟ اهو 2 8 1 صح؟ طيب تعال مثلا ناخد نون ميتال يا عم، وليكن مين الكلورين. فاكرين الكلورين اللي أنا بدات لكم فيه اصلا من اول السيشن خالص؟ الكلورين ده عنده كام الكترون؟ عنده 17 الكترون. طب عرفت ازاي يا دكتور؟ سبحان الله، من البريد تيبل، مكتوب حاجه في البريد تيبل. وعندكم في ثالثه اعدادي باذن الله مفيش عنصر جديد هيجي لكم في الامتحان غير اللي هتذاكروه. يعني انا ان شاء الله لما اشرح لكم المنهج هتلاقي انا بشرح لكم حرفيا كل العناصر الموجوده، مفيش باذن الله عناصر غيرها هيجي باذن الله في الامتحان، ما تقلقوش يعني. فكل حاجه تبقوا عارفينها. الكلورين عنده 17 الكترون. طب تعالى كده نرتبهم. الكي هياخد 2 الكترون، هيتبقى لنا كام؟ هيتبقى لنا 15. طيب ال اخره هياخد 8 صح؟ يبقى 2 8 10، هيتبقى لنا كام؟ هيتبقى لنا 7 الكترونز. يبقى كي ال ان هياخد كام؟ 7 الكترونز، صح كده؟ طيب تعالى بقى نفكر في حاجه كده. هو الصوديوم هنا عنده كام بره؟ عنده واحد. طب اتبقى له كام الكترون عشان يوصل للثمانيه اللي هو الاستقرار؟ بقى له 7 الكترونز، تمام؟ طيب الكلورين عنده كام في الاخر؟ عنده 7 صح؟ عنده 7 الكترون. طيب بقى له كام الكترون ويوصل للثمانيه اللي هي الاستقرار؟ 1 الكترون بس، يعني حرفيا هو على تكه ويستقر ويربع في حته تانيه، ما يبقاش له علاقه بحد، صح؟ يعني كان الصوديوم محتاج ان هو ياخد 7 الكترون عشان يبقى مستقر، والكلورين محتاج ان هو ياخد الكترون واحد عشان يستقر. اذا في حاجه دلوقتي بقى، الصوديوم قلنا محتاج 7 الكترون صح؟ طيب ما في طريقه تانيه، ما انا ممكن اشيل الالكترون الزياده اللي انا متضايق منه ده، اشيله خالص واروح اديله للكلورين، الكلورين يتحول ل 2 8 8، فالاوتر موست انرجي ليفل ياخد يعني الالكترون ده ويتحول من 7 يبقى 8 الكترون، يبقى هو خد كفايته واستقر وحقق الغايه اللي هو عاوزها اصلا، والغايه اللي كل الاتومز وكل الاليمنتس عاوزين يحصلوها، الا وهي الاستقرار. انا خلاص كده خدت كفايتي، انا استقريت خلاص كده، تمام؟ هو ده هدف الكيميكال رياكشن او التفاعلات الكيميائيه عامه، هو الاستقرار. طيب ليه الصوديوم ما قلناش لو ممكن مثلا يكتسب سبع الكترونات؟ اصل انا هكتسب السبع الكترونات محتاج طاقه كبيره وجباره ومحتاج مجهود كبير، فانا عاوز استقر اصلا، اروح ابذل مجهود عشان استقر؟ لا، فسهل خالص، اروح فاقد الالكترون ده خالص، استريح منه ويريحني منه، فبالتالي شلت ده كله وبقى عندي 8 الكترونز في اخر اوتر موست انرجي ليفل. فاذا انا ساعدت ان الكلورين يستقر وانا استقريت انا كمان. شايفين؟ هي دي العلاقه. فاكرين حاجه اسمها كان خدناها في العربي تقريبا زمان، اسمها علاقه تبادل المنفعه، اللي هو خسر الالكترون بتاعه مش عاوزه وراح اداله للكلورين، فهو استقر والكلورين استقر. هو ده اسمه البيهيفير بتاع الاليمنتس ان ذا بريدك تيبل. يعني ايه بيهيفير؟ يعني ازاي الاليمنت بيتصرف في البريدك تيبل على حسب ايه بقى؟ على حسب الانرجي ليفل الاخير، على حسب الانرجي ليفل الاخير اللي هو الاوتر موست انرجي ليفل في كام الكترون. انتوا الفكره؟ ده باختصار كده البيهيفير بتاع الكيميكال اليمنتس او بتاع الاليمنتس ان ذا بريدك تيبل. تعالوا نشوف بيقول لي هنا. عارفين انا اصلا ده كله شرحته اصلا خلاص. يعني قلت لكم ان النوبل جازز زي مثلا النيون مثلا، وليكن تعالوا نكبر شويه. النيون اصلا اكبر شويه مؤاخذه. النيون
عنده 10 الكترونز. عنده 10 الكترونز، لما نيجي نرتبه هيبقى 2 8 مثلا كي والال 2 8 تمام. فهو عنده 8 الكترونز بره في الاوتر موست انرجي ليفل، فهو ايه؟ هو مستقر. هو مستقر تمام. اذا لا يتفاعل، يبقى don't react with other elements. وهكذا مع بقيه العناصر كلها، قصدي مع بقيه النوبل جاز كلهم. النوبل جاز مش بيتفاعلوا مع اي حاجه، هو النيون والارجون اللي انا وريتهم لكم دول كلهم هم حرفيا مكتفيين، معاهم الكترونز في الاخر مكفياهم، ومش عاوزين هم يتفاعلوا ايه مع حد. فهو ده النوبل جازز او الانرت جاز، نكتب بين قوسين الانرت جازز. تمام كده؟ تمام. طيب بالنسبه للميتالز اللي انا قلتهم لكم، كان عندنا الصوديوم صح؟ الصوديوم اهو عنده 11 الكترونز. 11 الكترونز لما رتبناهم كان 2 8 1 2 8 1 صح؟ قلنا ان هو بيفقد الالكترون ده، بيسيبه صح؟ فهو ايه؟ الميتالز بتند تو لوز، يعني هو تند يعني اللي هو يميل ان هو يفقد الالكترون. فلما يفقد الالكترون هيبقى شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده، هيبقى عنده 2 و8 فقط صح؟ طالما هو فقد الكترون يبقى عشان نقول ان ده صوديوم، دلوقتي ما بقاش صوديوم، دلوقتي بقى عنده 2 8. فاكرين ده شبه مين؟ شبه النيون. النيون اصلا عنده 10 الكترون صح؟ فالصوديوم لما فقد الكترون بقى عنده 10 الكترون برضه زيه. فعلشان بقى نفرق ان ده صوديوم وما نتلخبطش بينه وبين النيون، فاحنا بنحط حاجه اسمها بوزيتيف، علامه بوزيتيف هنا فوق كده، فوق على اليمين. مثلا بنكتب مثلا الصوديوم كده ان ايه، وبين قوسين كده بوزيتيف فوق كده. ليه بوزيتيف دي؟ يعني بنقول هو بلس 1 الكترون كمان اللي هو فقده. هو كان 281 صح؟ فقد الكترون بقى 28 بس عشان يبقى مستقر، عشان يبقى اسمه ايه؟ عشان يبقى مستقر. فعشان بقى اقول ان ده كان صوديوم اصلا وفقد الكترون، يبقى انا بحط البوزيتيف فوق هنا او فوق هنا تمام، علشان اوضح للي بيقرا ان ده كان عنده الكترون بس هو فقده، فانا برمز بعلامه البلس فوق علشان اقول ان هو عنده 2 بلس 8 الكترون، يبقى كده بلس 1 الكترون اللي هو فقده، يبقى كان عنده 11، يبقى هو ده ايه؟ اعرف ان ده الصوديوم. انت فكره؟ يبقى هو ده تنت لوز، هو بيفقد بتحول لبوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف ايون دي؟ يعني بقى هي اسمها كده. هي لما الاليمنت ده، تعال بس نمسح ده كله نصغره عشان نعرف نكمل الكتابة. قلنا ان الصوديوم ان ايه؟ عنده 11 الكترونز، بيتقسم كده 2 8 1، بيفقد الكترون الاخير، يبقى عندك 2 8 بس تمام. بنرمز له علامة بوزيتيف فوق هنا اسمها بوزيتيف عشان نعرف ان هو ايه؟ ان هو فقد الكترون. صوديوم بوزيتيف هنا يعني بلس 1، بس احنا مش بيكتب 1 يعني تمام. طب هو مثلا فقط 2 الكترونز تبقى بلس 2 كده، بس احنا هنا بس بنكتب ايه؟ بنكتب بوزيتيف بس بنكتب بيها. طيب لما يفقد بقى ايه البوزيتيف دي؟ ايه العلامه البوزيتيف اسمها ايه؟ اسمها بوزيتيف ايون. ايه بقى الايون دي؟ الايون دي عباره عن الميتال، وعباره عن الاليمنت اللي فقد او اكتسب الكترون. فقط اكتسب ما احنا لسه هنتكلم عن ان هو ازاي هيكتسب الكترون. هنا مش قلنا في الكلورين ان هو بيكتسب الكترون؟ خلينا بس في الايون دلوقتي. قلنا ان هو حط علامات بوزيتيف هنا صح؟ لما حط علامات بوزيتيف يبقى اسمه ايه؟ اسمه بوزيتيف صح؟ بوزيتيف ايه؟ قلنا الايون دي اللي بتكسب او بتخسر الكترونات صح؟ هنا الصوديوم ايه؟ الصوديوم خسر الكترون واحد اللي هو الاخير ده صح؟ لما خسره يبقى اسمه ايه؟ اسمه بوزيتيف ايون. يبقى يعني ايه بقى بوزيتيف ايون؟ او يعني ايه ايون عامه؟ خلينا نعرف البوزيتيف ايون عامه. هي عباره عن الميتال which lost one electron or more. يبقى هو ده تعريف ايه؟ البوزيتيف ايون. هي عباره عن الميتال اللي فقد 1 الكترون اور مور من الاوتر موست انرجي ليفل. خلي بالك انا ما ينفعش مثلا اجي مثلا اخسر الاثنين اللي هم في الكي دول، لا ابدا، اوعى.
بخسر الالكترونات اللي هي ايه، اللي هي في الاخر الاوتر موست انرجي ليفل. تمام. تمام. طيب النون ميتال بقى بيعمل ايه؟ عندنا مثلا لما قلنا الكلورين السي ال عنده 17 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، بنكتبهم كده 2 8 7 صح. فهو عاوز الكترون واحد بره علشان يوصل للثمانية، عشان يوصل ايه، عشان يوصل للثمانية. فانا بعمله كده، بيبقى كده 2 8 بيبقى 2 8 8. فبعمل كده بس بحط علامة ايه بقى؟ هو دلوقتي هو اصلا كان عنده 17، دلوقتي بقى عنده 18. بقى عشان اقول لك ان العنصر ده، ان العنصر ده هو فعلا الكلورين، هتعرف ازاي؟ اصل فاكرين 2 8 ده كان عنصر ايه؟ كان عنصر حاجه اسمها عنصر الارجون صح؟ اوريك اهو عنصر الارجون عن 18. 18 ده هو ايه؟ هو الارجون. فبالتالي بيترص ازاي او بيتوزع ازاي؟ 2 8 8 صح كده؟ فلما اوزع 2 8 8 يبقى هو ده الارجون. فانا ما ينفعش اروح اوزع الكلورين ولكن ان ده كلورين صح. يبقى الكلورين هنا عشان افرق بينه وبين الارجون هقول ايه؟ هروح احط هنا نيجاتيف، نيجاتيف علامه نيجاتيف فوق هنا فين. يعني يبقى الكلورين بين قوسين نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني اقول لك ان البتاع ده او التوزيع دي عباره عن ايه؟ هم 18، ده عنده 18 الكترون صح؟ 18 الكترون. بس لا 18 ناقص 1 الكترون يعني بيساوي 17. يبقى هو ده. اقول لك يعني الالكترون ده يقول لك ايه؟ يقول لك يعني ده كان كلورين اصلا بس هو اكتسب الكترون جديد، فعشان كده عشان هو اكتسب وخد الكترون جديد بقى شبه الارجون. فعشان افرق بينه وبين الارجون فانا بحط على التوزيع دي فوق النيجاتيف ايون. لو يعني مثلا 18 دول 18 صح؟ 18 دول ماينس 1 الكترون يبقى 17. يبقى هو ده الكلورين. فهمت قصدي؟ بس يعني لو حد مش فاهم حاجه ممكن يبعت لي عادي جدا واتكلم معاكم عادي جدا يعني. انا زي اخوك كبير يعني، مش اي مشكله. انا هدفي اصلا ده كله انك تفهمه اصلا في الاخر كمان فاهم. بس يعني كده كده السيشن دي ان شاء الله تبقى فري يعني، فانا مش محتاج حاجه غير انكم تفهموا بس حرفيا من الاول. باذن الله هسيب لكم كل ارقامي وكده، واللي محتاج اي حاجه يبعت لي وانا معاكم باذن الله. فعرفنا ايه الميتال، وعرفنا هو بيعمل ايه في البيريودك تيبل. ان هو بيلوز الكترون، بيتحول حسب بوزيتيف ايون اللي هي تبقى ماسكه بوزيتيف تشارج. تمام. بتساوي البوزيتيف شارج بتساوي عدد اللوست الكترونز، قلنا سواء 1 او 2 اور مور. طب النون ميتال هو بيعمل هو يكسب الكترون، فبيتحول لنيجاتيف ايون. احنا مش قلنا هنا خلاص ان ده كان بوزيتيف ايون؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه نيجاتيف ايون. الماينس بيختار نيجاتيف، فنيجاتيف ايون. فيعني ايه نيجاتيف ايون؟ قلنا هو الايون، او هو الميتال النون ميتال gained اللي هو خد 1 or more electrons، اكتسب 1 or more electrons. انما البوزيتيف ايون هو عباره عن metal lost 1 or more electrons. فنلاحظ بقى ان الميتال ده ايه؟ بيلوز فبقى اسمه بوزيتيف ايون. طب النون ميتال بيجين فاسمه ايه؟ بوزيتيف، اسمه نيجاتيف ايون. تمام. يبقى كنا النقطة دي فاهمة حاجة كويسة. خلاص احنا بنخلص اهو خلاص، يعتبر خلصنا يعني. آخر حاجة معانا هي الكيميكال بوندنج. احنا أصلا يعتبر احنا المفروض إن احنا شرحناها أصلا واحنا بنتكلم دلوقتي. احنا مش قلنا أصلا هنا إن أنا مسحتها ماشي. قلنا إن الصوديوم بيخسر هنا 1 إلكترون صح؟ وبيديه للكلورين. تعالى نكتبها هنا. قلنا إن الصوديوم ال Na عنده 11 إلكترونز ف 281. تمام. عندك الكلورين عنده 17 287 محتاج 1 الكترون عشان يوصل ل 288 عشان يبقى مستقر. والان ايه محتاج ان هو يخسر الالكترون ده عشان يبقى 28 بس. فقلنا ان هو ده هيفقد الالكترون ده ويروح يوديه للكلورين، فبالتالي الكلورين هتحول ل 288 والصوديوم هيتحول ل 28. فبالتالي هما الاثنين استقروا وعملنا تبادل المنفعه. هو ده حرفيا البوندنج والترابط، ان انا بربط عنصرين ببعض عشان اكون ايه؟ لو فاكرين عشان اكون ايه؟ كومباوند صح. عشان كومباوند اصلا اللي كان في اول ستات خلاص قلناها، ان هو اصلا بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ارتباط مادتين ببعض صح. هو بيبقى عباره عن ماده كبيره لو كسرناها هيدينا اكتر من ماده مع بعض صح كده.
فهو ده اصلا بيدينا اصل الكومباوند في الاخر. فالكومباوند اصلا اصله ارتباط. فانا دلوقتي عملت ايه؟ عملت لينك كده، ربطت ده بده، هما الاثنين اتحدوا مع بعض. ولو واخدين بالكم ال Na زائد السي ال هيدينا ايه؟ هيدينا ال NaCl، الا هو ملح الطعام. يعني الملح اصلا انت بتاكل ده حرفيا هو عباره عن ايه؟ عباره عن بوندنج. عشان لما تاكل ملح بقى تجي لك عقده نفسيه تقول اه كل حته كل رشه ملح تاخدها او تاكلها تقول اه يعني ده عباره عن الصوديوم خسر الكترون واحد ده للكلورين، فالكلورين اتحول لنيجاتيف ايون، والصوديوم اللي هو ال Na تحول لبوزيتيف ايون، ده خسر الكترون وده كسب الكترون. يا نهار ابيض. فبالتالي انا باكل NaCl اللي هو عباره عن ايه؟ المركب الذي نتج عن ارتباط بين ال Na والCl. تعالوا بقى نشوف باختصار. عندنا نوعين من الكيميكال بوندنج. عندنا حاجه اسمها الايونيك بوندنج وحاجه اسمها الكوفيلنت بوندنج. انا بصراحه انا تعبت فاستريح كده شويه واكلمكم تاني باذن الله. بس بق من فنجان القهوه. الله. ونرجع لكم باذن الله في القريب العاجل. اذا اتفقنا ان عندنا نوعين من البوندنج. في حاجه اسمها الايونيك بوندنج وحاجه اسمها الكوفالنت بوندنج. اللي احنا لسه شارحينه حرفيا من شويه، اللي هو الارتباط اللي حصل بين ال Na والCl. الارتباط حصل بين ال Na والCl ده عباره عن ايونيك بوندنج بالظبط. يبقى هو ده الايونيك بوندنج. يبقى اذا ما هو الايونيك بوندنج؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن تو اتومز، واحد منهم هيلوز الكترون او اكتر، والتاني هيجين الالكترون او الاكتر للاول فقدهم. يعني احنا قلنا هنا ان الصوديوم فقد هذا الالكترون. نجيب لون تاني. الصوديوم فقد هذا الالكترون، فالكلورين اللي هو Cl اخذ هذا الالكترون وتحول ل 8 الكترونات. فبالتالي العمليه كانت عباره عن ايه؟ عباره عن فقدان الكترون واحد والتاني اكتسبه. فبالتالي هو ده الايونيك بوندنج. تمام. فتعال نقرا المكتوب بقى. how ionic bonding occurs when most metals react with non-metal. الميتال اللي هو ال Na زي ما قلنا مثلا لما لما يتفاعل مع النون ميتال بلس Cl. قلنا Cl ده كان نون ميتال صح؟ لانه كان في الجنب يمين من البريدك تيبل. والان اي ده كان ميتال لانه كان في جروب كام؟ كان في جروب 1 a اللي هو كان على الشمال خالص. تمام. قلنا الجروب بتاع الشمال دي كانت ميتالز واللي على اليمين خالص كانت نون ميتالز زي ما وريتكم على البريدك تيبل. فلما الميتال يرياكت مع النون ميتال ايه اللي هيحصل؟ اهو ميتال اتوم loses its valence electron. يبقى عندك هنا اهو الميتال بيلوز its valence electron. ايه هي الفالنس الكترون؟ الفالنس الكترون دي ده كلمه ثانيه للاوتر موست الكترون. اوتر موست الكترون بتساوي يعني ايه؟ بتساوي الفالنس الكترون. الفالنس الكترون دي يعني ايه؟ هو الالكترون اللي بره خالص اللي في اخر انرجي ليفل. تمام. يبقى لوز اس فالنس الكترون اللي هنا في حاله الصوديوم اللي هو كان الالكترون ده اسمه ايه؟ ده اسمه الفالنس الكترون. اسمه الفالنس الكترون. تمام. لما الميتال هيفقد هذا الفالنس الكترون هيكون لي ايه؟ بوزيتيف ايون. انا مش قلت ان الصوديوم كان عنده 11 الكترونز صح؟ لما فقد واحد بقى عنده 10 الكترونز بقى اسمه ايه؟ بوزيتيف ايون اللي هو بقى اسمه ايه؟ Na كده وبلس فوق. انا شرحتها في البوزيتيف ايون. طيب نكمل من الناحيه الثانيه بقى. النيجاتيف ايون نجيب الهايلايتر. النيجاتيف ايون جين الكترون، خد الالكترون كون لي ايه؟ لا قلنا هنا تعال نبص نقول هنا معلش. تعال نبص نقول هنا. قلنا النون ميتال اتوم هيجين الالكترون اللي هو الميتال فقده هيكون لي ايه؟ نيجاتيف ايون. تمام. بقى دلوقتي عندي ايه؟ تعرف نكتب الكلورين دي. قلنا ان الكلورين تمام كان عنده 17 الكترون. جين واحد او عمل اكتساب لالكترون واحد بقى عنده 18 الكترون. فبالتالي كون لي ايه؟ نيجاتيف ايون. بقى شكله عامل ازاي؟ Cl كده قوسين نيجاتيف. تمام. يبقى ايه اللي هيحصل بعدين؟ تقوم البوزيتيف ايون
اللي هي الميتال ده اللي فقد الكترون يتحد مع النيجاتيف ايون اللي هو اكتسب الالكترون ده، ويكونوا لي بوند، يكونوا لي ارتباط بين الاثنين دول، يكون لي ايه في الاخر؟ ال NaCl لازقين في بعض كده. يبقى هو ده الايونيك بوندنج، ان واحد بيلوز الكترون، واحد بيكتسب هذا الالكترون، فبالتالي بيعملوا ارتباط مع بعض اسمه بوندنج. يبقى اسمه ايه؟ اسمه الايونيك كومباوند. اسمه الايونيك كومباوند. تمام، يبقى هو ده الايونيك بوندنج. يبقى ده تعرف ايه الايونيك بوندنج؟ يبقى an electrostatic attraction occur between the cation and the anion. ايه الكاتايون والاناين دي؟ بص يا شباب، بص، خلي بالكم ان ده كله مرتبط ببعضه، كله اصلا نفس الحاجه، بس هم بينعدوا زد في نفس الحته يعني. قلنا ان الصوديوم لما عمل جين للالكترون بقى اتحول ايه؟ لبوزيتيف ايون، اسمها ايه؟ بوزيتيف ايون. تمام. والكلورين لما عمل جين للالكترون بقى نيجاتيف ايون، صح؟ نيجاتيف ايون. انا عندي ال Na اللي هو البوزيتيف ايون ده زائد الCl نيجاتيف اللي هو النيجاتيف ايون ده، هيكونوا لي ايه؟ NaCl. هذا هو اسمه ايه؟ اسمه الايونيك بوند. البوند اللي بينهم ده اسمه ايونيك بوند، صح؟ ولكن الكومباوند اللي اتكون، مش قلنا الكومباوند ده بيبقى بيتكون من مادتين او اكتر مختلفين، يبقى اسمه ايه؟ الايونيك كومباوند. ايونيك كومباوند. طيب يعني ايه بقى اناين ويعني ايه كاتاين؟ اناين والكاتاين. بصوا انتوا لو تلاحظوا ان الشق التاني من الكلمه اصلا ايه؟ ايون وايون، صح؟ تمام، يبقى هي دي ده اصلا عباره عن ايون. يبقى البوزيتيف ايون دي لها اسم تاني، والنيجاتيف ايون دي لها اسم تاني. انا هقول لكم الاسم الاول وهقول لكم تحفظوهم ازاي او تفهموهم ازاي. البوزيتيف ايون دي اسمها ايه؟ دي اسمها الكاتاين. كات ايون. طيب والنيجاتيف ايون اسمها ايه؟ اسمها ان ناين. يبقى عندك الكاتاين والاناين دول اسماء تانية للبوزيتيف والنيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون اسمها ايه؟ كاتاين. طيب النيجاتيف ايون اسمها اناين. طب انا احفظها ازاي او اعرف الفرق بين الاثنين؟ عشان الصراحه انا كنت بتلخبط فيها لحد لما طلعت ثالث ثانوي، لقيت طريقه حلوه كده ان احفظهم بيها. هقول لكم ازاي بقى. بص، دي اسمها طريقه اسمها النيمونكس. دي محدش هيكلمكم عنها خالص حرفيا، ومتاكد محدش هيكلمكم عنها. بس عارفين هي بتتقال ازاي؟ عارفين الطرق اللي بيقول لك التحشيش بقى، اللي هو يقعد يحفظك حاجه وتغني اغنيه مش عارف ايه؟ نوعا ما زيها يعني، بس انا بقى بحب يعني اخدها كطريقه علميه اكتر شويه يعني. بص يا باشا، دلوقتي احنا قلنا الكاتاين دي بوزيتيف، صح؟ الكاتاين دي اصلا دي بوزيتيف ايون، صح؟ بص كده في النص، الكاتاين التي دي مش ماشيه على كلمه بوزيتيف، بس التي ليها علاقه بالبوزيتيف، صح؟ شكلها شكل البوزيتيف. يبقى اول ما تشوف حرف التي في الكاتاين اعرف ان دي ايه؟ بوزيتيف ايون. يعني ممكن اعمل كده مثلا كاتاين بحيث ان احفظ، فهمت؟ يبقى التي اكنها ايه؟ البوزيتيف. طيب الاناين، الاناين نفس الكلام. مش قلنا الاناين دي عباره عن نيجاتيف ايون؟ هي النيجاتيف ايون. خلاص، يبقى الاناين احنا ممكن مثلا نقول الحرف الان ده بيرمز للنيجاتيف، يبقى نيجاتيف ايون اللي هي ايه؟ الاناين. حرف ال ده انا اعتبره اختصار للنيجاتيف. فيبقى عندك النيجاتيف ايون اللي هي الاناين. فهمت الفكره؟ هي برضو ممكن نقول عليها تحشيشه برضو، ولكنها تبقى يعني اعتقد انها ثبتت اصلا في دماغكم دلوقتي. يبقى ايه هي الاناين والكاتاين؟ يعني ايه اناين ويعني ايه كاتاين؟ الكاتاين دي البوزيتيف ايون. عرفت ازاي؟ حرف التي ده ممكن ان هو شكل البوزيتيف، شكل البلس، يبقى الكاتاين دي بوزيتيف ايون. طيب الاناين نيجاتيف ايون. يبقى هي دي الاناين دي هي بتعبر عن نيجاتيف ايون. تمام كده؟ يبقى انا عندي الايونيك بوند ده عباره عن ايه؟ او الايونيك كومباوند ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارتباط بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، حاجه اسمها الالكتروستاتيك اتراكشن فورس. مش انا عندي بوزيتيف ونيجاتيف؟ احنا خدنا في الماث ان البوزيتيف ونيجاتيف يعني الاشارتين اللي هم مختلفين بيعملوا انجذاب او اتراكشن لبعض. يبقى دي اسمها electrostatic attraction force occurred between the cation والاناين. الكاتاين اللي هي البوزيتيف ايون ارتبطت مع الاناين اللي هي النيجاتيف ايون، عملوا ايه؟ الايونيك كومباوند. فهو ده الايونيك بوندنج. طيب ايه هو؟ تعالى نشوف كده في سؤال مهم. بيقول لك الايونيك بوندنج result in molecules of compounds only not molecules of elements. ايه ده؟ ليه بقى؟ ليه؟ ثواني بس، ممكن نعمل كده علشان تركزوا في الكلام اللي انا هكتبه بس، عشان ما تسرحوش. قال لك الايونيك بوند بينتج عنه
compound only، ما ينفعش ان هو يعمل لي element. ليه بقى؟ احنا مش قلنا ان الايونيك كومباوند او ايونيك بوند اصلا بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ميتال، او بيبقى عباره عن كاتاين زائد اناين، صح؟ طب الكاتاين دي اللي هي ايه؟ اللي هي البوزيتيف ايون، والاناين اسمها اللي هي ايه؟ اللي هي النيجاتيف ايون. والبوزيتيف ايون اصلا دي جايه منين؟ مش دي اصلا جايه من ميتال؟ هي كانت عباره عن ميتال وفقدت الكترون بقت بوزيتيف ايون. طيب والنيجاتيف ايون دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن نون ميتال، صح؟ وكان نون ميتال بس جين الكترون بقى بوزيتيف، فبقى نيجاتيف ايون. اذا انا عندي التفاعل بيبقى ميتال ونون ميتال. فهنفترض مثلا عندي الميتال ال Na والنون ميتال ال Cl، وهو ده الايونيك كومباوند. طب انا ينفع اعمل Na زائد Na؟ ازاي؟ ده ميتال وده ميتال برضه. يبقى هو احنا قلنا ميتال ونون ميتال، يبقى ازاي ميتال وميتال مع بعض؟ ما ينفعش. يبقى هو الايونيك بوندنج بيبقى عباره عن ميتال ونون ميتال مع بعض. انما ينفع مثلا ميتال وميتال؟ لا، ما ينفعش ميتال وميتال خالص. طب ينفع نون ميتال ونون ميتال؟ ما ينفعش برضه، الا في حاله واحده فقط. الا في حاله واحده فقط. ايه هي؟ مش احنا قلنا في عنصر كده هو زي الجاسوس؟ انا قلت كلمه جاسوس دي في اول السيشن تقريبا، يعني في البريدك تيبل لو فاكرين، انا قلت في اليمنت وانا ميتال اصلا بس هو جاسوس قاعد مع الميتالز على الشمال خالص. تعال نرجع ونشوفه على طول. كان اسمه ايه؟ العنصر اللي فوق ده، اللي مستخبي فوق ده، مش بس يكون الراجل ده كله. العنصر اللي مستخبي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الهيدروجين. قلنا ان ده عباره عن ايه؟ هو نون ميتال غاز نون ميتال، ولكنه قاعد مع الميتال اللي فوق، وعنده الكترون واحد اهو عنده الكترون واحد بس في الاوتر موست انرجي ليفل. يبقى هو هيفقد ولا هيكتسب؟ هو هيفقد ولا هيكتسب؟ لما جينا يعني، او العلماء، مش جينا يعني، وانا مش عالم، هو العلماء لما جم يعملوا تجارب وهكذا لقوا ان الهيدروجين ممكن يكتسب وممكن يفقد برضه في نفس الوقت. يعني ايه؟ تعالى بقى نرجع تاني للسلايد بتاعتنا. واقف يابا. لما جينا للسلايد بتاعتنا دي تاني، هنلاقي ان ممكن يبقى عندي كومباوند اسمه HCl. ايه ده؟ طب ما ده يونيك كومباوند. ازاي ما انا عندي ده نون ميتال وده ميتال؟ ازاي نون ميتال والميتال تحت مع بعض عملوا لي ايونيك كومباوند؟ هو ده بقى الميزه بتاعت الهيدروجين، ان الهيدروجين ممكن في الحاله ديت هو هيجين بقى هنا في الحاله دي ولا هيفقد؟ طب السي ال كده كده هو نون ميتال، يعني على طول بيعمل جين، يعني بيتحول ايه؟ على طول بيعمل جين الالكترون، يعني بيتحول لانايون او نيجاتيف ايون، يعني هو على طول بيتحول لنيجاتيف ايون، بيجين على طول. اذا هو هنا هيجين، يبقى هما هل ينفع الاثنين هما يجينوا؟ لا، يبقى هنا الهيدروجين المفروض ان هو ايه؟ هيجين برضه. المفروض ان هو كان نون ميتال هيجين، بس لا، عندنا هنا الهيدروجين بيفقد الالكترون عادي، لان هو هنا ايه؟ حل محل ايه؟ البوزيتيف ايون. تمام. يبقى هي دي الفكره بتاعت الهيدروجين، ان هو ممكن يبقى ايه؟ هو نون ميتال بس ممكن يبقى بوزيتيف ايون عادي جدا ويفقد. فلما يفقد بقى الالكترون هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اتش بوزيتيف، والسي ال هيبقى سي ال نيجاتيف عادي جدا. تمام. يبقى ده عمل لي ايونيك كومباوند برضو، عمل لي ايونيك كومباوند. تمام. بس عباره عن ايه؟ بين تو، بس من تاني، يبقى عباره عن ايه؟ تو نون ميتالز. دي الفكره، دي الحاله الشاذه يعني. بس عامه الهيدروجين يعني في اغلب الوقت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن نون ميتال عادي، وبيبقى شغال كاناين عادي. ولكن دي الحاله الشاذه ان هو ممكن يبقى في الايونيك كومباوند يبقى هو البوزيتيف ايون. تمام. يبقى ردا على السؤال ده بقى، ردا على السؤال اللي انا شرحته ده ايه؟ يبقى الايونيك بوندنج ريزلت بيطلع كومباوند اونلي، ما بيطلعش موليكيول. ليه؟ هل انا لقيت هنا اتش بلس، او مثلا حطيت مثلا اتش زائد اتش، اثنين نمبر مع بعض؟ لا، ما ينفعش. طيب قلنا ينفع ان ايه زائد ان ايه؟ برضه ما ينفعش. طيب ينفع كي زائد كي؟ لا، لان الايونيك كومباوند لازم يبقى ميتال ونون ميتال، الا في الحاله اللي انا قلتها لكم ديت. تمام. يبقى معنى كده ان انا لما اكسر اي ايونيك كومباوند هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي مادتين او اكتر مختلفين، فبالتالي مستحيل يطلع لي اليمنت. الاليمنت احنا قلنا الاليمنت بيبقى عباره عن مادتين شبه بعض، صح؟ او اكتر، مادتين او اكتر شبه بعض بيعملوا لي اليمنت موليكيول. تمام. فبالتالي الرد هنا يكون ايه؟ بيكوز، هيقول لك ان بيكوز ات اوكير، الايونيك بوند يعني بيحصل occur between atoms of different elements.
انا عندي elements مختلفه او atoms مختلفه بيعملوا ترابط مع بعض as a result of an electrostatic attraction between a cation اللي هي البوزيتيف ايون of a metal ion and an anion of a non-metal. بس كده. الايونيك بوندنج اصلا بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن تو اتومز مختلفين او تو اتومز او اكتر مختلفين بيرتبطوا مع بعض، انما ما ينفعش يبقى تو اتومز زي بعض يرتبطوا مع بعض. الفكره يبقى هو ده الايونيك بوندنج. طيب النوع الثاني هو الكوفالنت بوندنج. احنا خلاص يعتبر خلصنا، وانا بتكلم بسرعه فاعذروني يعني، ولكن انا بصراحه بحب اشرح بضمير قوي بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين كل حاجه داخلين السنه ديت واحنا فاهمين كل حاجه. تمام. ايه هو بقى الكوفالنت بوند؟ احنا قلنا هنا ان احنا ما ينفعش في الايونيك بوندنج يبقى في مادتين زي بعض يرتبطوا مع بعض، صح؟ ولكن هل فعلا في عندنا مواد او مثلا كل المواد اللي في الطبيعه بتبقى ايونيك بوند كلها تبقى مواد مختلفه؟ لا. طب انا عندي اليمنت اصلا، طبعا مش انا عندي اليمنتس كتير. طب الحديد ده اليمنت، الاف اي ده يعتبر اليمنت، صح؟ طب ازاي ده موجود اصلا وهما المفروض مثلا ما ينفعش ان انا يبقى عندي اف اي زائد اف اي زائد اف اي؟ لا. لان انا عندي بقى نوع تاني اسمه الكوفالنت بوند. ايه هو الكوفالنت بوند؟ احنا عندنا انواع كتير من الكوفالنت بوندنج، ولكن هناخد ابسط مثال خالص بحيث ان احنا نوصل معلومه في الاول يعني، زي ما عملنا في الكوفالنت بوندنج. عندنا الهيدروجين، المفروض اصلا ان هو في الحاله الطبيعيه بيبقى عباره عن ايه؟ H2، يعني عباره عن 2 هيدروجين اتومز مع بعض. ازاي بقى؟ طيب احنا قلنا يعني ان ماده زائد ماده المفروض ان هنا يطلع لك كنا بنعملها في الايونيك بوند ان هم مادتين مختلفين، ولكن هنا في الحاله دي الهيدروجين هم مادتين مختلفين، صح؟ مش متشابهين، فهيكونوا لي ال H2. طيب ده بيحصل ازاي بقى؟ هو ده الكوفالنت بوند. تعال ناخد مثال، تعال نشرح المثال ده يعني. ال H2، الهيدروجين الاتوم الواحده بيبقى فيها كام الكترون؟ تعال نشوف النيوكليس، ده اهو ده حرف الكي، بيبقى عندهم 1 الكترون بس. تمام. طيب تعال نشوف الاتوم الثانيه، ما هو عندنا 2 اتومز من الهيدروجين متحدين مع بعض. الاتوم الثانيه نفس الكلام برضه، عندها انرجي، عندها الكترون واحد بس، انرجي ليفل الكي 1 الكترون، صح؟ احنا قلنا دلوقتي ان البيهيفير او التصرف بتاع اي اليمنت في البريدكت تيبل هدفه ايه؟ هدفه الاستقرار، ان انا عاوز ان انا استقر، سواء بعمل ده بالاكتساب او بالفقد، ان انا هفقد الالكترون او هكتسب. طب دلوقتي انا عندي الهيدروجين اصلا هو نون ميتال، تمام؟ فاذا هو نون ميتال يبقى هو غرضه الاساسي ايه؟ ان هو يكتسب، ان هو عاوز يعمل اكتساب، ان هو عاوز ايه؟ عاوز يجين الكترون. طيب ازاي هيجين بقى وهو مش بوزيتيف ايون؟ احنا قلنا البوزيتيف ايون او الميتال هو لا معروف. احنا قلنا ان انا بكتب اول بسجل فبصراحه دماغي لفت شويه يعني، ولكن اعذروني. المهم نكمل. احنا قلنا ان هدف اي نون ميتال اللي هو يعمل جين الكترون، تمام؟ فهيجين الكترون ازاي؟ ما ينفعش يجين الكترون في الحاله دي، لان مثلا دلوقتي لو الاتوم دي خدت الالكترون بتاع الاتوم ده هتبقى كي عندك فيها 2 الكترون وده هيبقى زيرو، والحاله دي هتبقى يعتبر شاذه او قليله او ما ينفعش تحصل اصلا، لان كده مش هيبقى مستقر. هو هيضطر ان هو يسعى ان هو يجين 2 الكترونز كمان علشان يبقى في حاله الاستقرار. فاهمين الفكره؟ فبالتالي في حاجات لو عرفنا اسمها ايه؟ الكوفالنت بوند. ايه هي الكوفالنت بوند؟ ان انا عندي الاتوم دي بتاعت الهيدروجين ده بيطلع الالكترون بتاعه، تمام؟ والهيدروجين اتوم دي بتروح مطلعه الالكترون بتاعها، فيعملوا لي بوند مكون من 2 الكترونز. يبقى انا عندي الهيدروجين اتوم دي ارتبطت مع الهيدروجين اتوم دي بالبوند ده، تمام؟ هو ده الكوفالنت بوند، ان انا ده طلع الكترون وده طلع الكترون من عنده. النقطه دي عباره عن الكترون، فبالتالي بقى عندي الكترون الكترون بره والكترون بره، فاللي جوه ده او الاتوم دي ما عندهاش الكترون والاتوم دي ما عندهاش الكترون. امال ازاي بقى ان انا بحاول ان استقر؟ لان التو الكترونز دول هيلفوا حوالين نفس التو اتومز في نفس الوقت. ازاي؟ يعني انا عندي الهيدروجين اتوم اهي، تمام؟ بيلف ده الكترون واحد اهو بيقعد يلف حواليها كتير، تمام؟ وعندي الهيدروجين اتوم الثانيه عندها برضه نفس الكترون واحد بس برضه بيلف حواليها. طيب انا هروح اخرج التو الكترونز دول، اخرجهم هما الاثنين يعملوا لي بوند واحد ويعملوا انرجي ليفل واحد، فبقى انا عندي الاتش والاتش 2 اتش هما عندي 2 الكترونز الاثنين هما بيلفوا حوالين الاثنين في نفس الوقت. فاهمين الفكره؟
فبدل دلوقتي بقى بدل ما كل اتوم يبقى عندها الكترون واحد بس بيلف حواليها، فلا، انا بقى عندي 2 الكترونز بيلف حوالين الاثنين في نفس الوقت. اذا التو اتومز دول هما الاثنين بقوا مستقرين، لان هما الاثنين بقى عندهم ايه؟ 2 الكترونز. فبالتالي انا مليت الكي بتاعهم، فمثلا بالنسبه لي بقى ده الكي بقى عنده 2 الكترونز، وعندك الكي هنا برضو بقى عنده 2 الكترونز، فهم الاثنين وصلوا لايه؟ وصلوا للاستقرار. تمام. تعالوا نمسح ده كله ونكتبها تاني بسهوله كده بحيث ان انتوا فاهمين او انتوا متخيلين معانا. لو قلنا ان كل هيدروجين اتوم بيبقى الالكترون كونفيجريشن بتاعها او التوزيع الالكتروني بتاعها بيبقى كده، عندها الكترون واحد بس في الكي. تمام. والهيدروجين اتوم الثانيه نفس الكلام برضو، بيبقى عندها الكترون واحد بس في الانرجي ليفل اللي هو اسمه الكي. تمام. فبالتالي كل الكترون من كل اتوم من دي هتسيب الالكترون بتاعها، يرتبط مع الالكترون الثاني، فهيعملوا بوند، بوند اسمها كوفالنت بوند بين التو الكترونز دول. وانا عندي التو هيدروجين اتومز هم ارتبطوا مع بعض، فبالتالي لقيت ان التو الكترونز دول بيلفوا حوالين التو اتومز في نفس الوقت، فنتج عندي حاله الاستقرار. وهذا هو الكوفالنت بوند. ان انا بعمل في الاساس كله اصلا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها شيرنج الكترون. يعني كل واحد بيساهم او بيشارك بالالكترون بتاعه. تمام. بحيث ان انا اعمل اتحاد بين التو الكترونز دول، فبالتالي نخدم على بعض، لو وصلنا لتبادل المنفعه ان انا اوصل للاستقرار وانت توصل للاستقرار. فهمتوا الفكره؟ الثانيه الايونيك بوندنج كانت ايه؟ عباره عن واحد بيتخلى عن الكترون عنده عشان يوصل للاستقرار، والثاني بيكتسب الالكترون الاول تخلى عنه عشان برضه يوصل للاستقرار. فدي كانت تبادل منفعه بطريقه معينه. ولكن هنا في الكوفالنت بوند، ايه اللي بيحصل؟ هنا بقى ايه؟ هما الاثنين بيساهموا بقى، هما الاثنين بيفقدوا او مثلا بيطلعوا الالكترون بتاعهم، وبالتالي التو الكترونز دول هيتحدوا مع بعض ويلفوا حوالين تو اتومز في نفس الوقت، فكونوا لي الكوفالنت بوند. بقى الطرفين ايه؟ مرضيين وخلاص. عارفين مثلا المفروض مثلا يبقى في تزاوج مثلا بين الذكر والانثى، صح؟ فهنا نفس الكلام برضه، هنا هنفترض ان ده ذكر وانثى اتحدوا مع بعض، فكونوا لي تو الكترونز بيلفوا حوالين التو اتومز في نفس الوقت. تعال نشوف التعريف بتاعه. covalent bonding is a bond that is formed between two atoms of the same non-metal element or between two atoms of different non-metal elements by sharing electrons. by sharing electrons. دي اهم كلمه في التعريف كله. فاذا هي عباره عن بوند او ارتباط بيتكون between two atoms، بيتكون من two atoms ذرتين. ممكن بقى في الحاله دي الذرتين يبقوا متشابهين بنفس، يبقى السيم، او مختلفين، او between two atoms of different non-metal. طب ليه هنا قلنا non-metal؟ ليه ما ينفعش عندي يبقى two metals اتحدوا مع بعض؟ تعالوا نقرا حاجه تحتها وهفهمكم ليه. covalent bonding occur when each atom بتساهم او بتشارك shares a number of electrons. ان انا بشارك او بساهم بعدد من الالكترونات equal to the number of electrons needed to complete its outermost energy level. يعني ايه؟ يعني الهيدروجين هنا في الحاله ديت هو عمل ايه؟ هو الهيدروجين وعنده الكترون واحد بس، 1 الكترون. تمام. كان عشان يوصل للاستقرار قلنا عنده الكي، هو عنده فيه 1 الكترون بس الكي اصلا اقصى حاجه يقدر يستعملها ايه؟ 2 الكترون. فانا محتاج كام الكترون عشان اوصل لل2؟ محتاج 1 الكترون بس. فاذا الهيدروجين ده راح مساهم بالكترون واحد. تمام. عشان هو ده الالكترون اللي محتاجه عشان يوصل للايه؟ للاستقرار. فبالتالي بيقول لك ايه؟ الكوفالنت بوند. تعالى تاني عشان تفهم. الكوفالنت بوند اوكي وين ايتش اتوم، كل اتوم بتشير عدد من النمبر اوف الكترون بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف الكترون، بيساوي النمبر اوف الكترون نيدد اللي هي محتاجاه عشان تكمل اتس اوتر موست انرجي ليفل. فهمت الفكره؟ without losing or gaining electron. الجمله دي مهمه جدا بقى. ليه؟ لان هنا اصلا ولا واحد منهم بيجين ولا لوز، ولا واحد التو اتومز من الاتش هنا، الاتش دي والاتش دي، ولا واحد منهم جين ولا لوز. هو مش جين، هو بيساهم بالالكترون بتاعه، ولكن الالكترون لسه موجود بيلف حواليه. هو بس بدل ما يبقى الكترون واحد بس بيدور حواليه، لا، هو خلى الالكترون بتاعه ده يدور حواليه وحوالين الاتوم الثانيه، والاتوم دي هو خلت الالكترون بتاعها يدور حواليها وحوالين الاتوم الثانيه، ولكن هما الاثنين لا زالوا عندهم نفس ال1 الكترون بتاعهم.
بتاعهم هم ما فقدوش هم ما كتبوش ولا فقدوه. فهمت الفكره؟ ان هم بيشيروا، بيتحد. شوف مثلا البتاع ده، بتاع الكرتون ده، وعندك حرفين الكترون والكترون، هما الاثنين بصوا ارتبطوا ببعض، تمام؟ كل واحد شارك بالالكترون بتاعه، فبالتالي هما الاثنين عندهم تو الكترون، يعني يعتبر دلوقتي ايه، كل واحد بقى عنده تو الكترون. فهمت الفكره؟ بس يعني انا والله العظيم تعبت. ربنا يجعله بس فايده. تعالى ناخد مثال كمان. عندنا ال HCl اللي احنا كنا قلناه في الايونيك بوند. مش قلنا هنا الايونيك بوند كان فيه ال HCl ده؟ طيب ازاي ال HCl هيبقى ايونيك بوند وممكن يبقى كوفالنت في نفس الوقت؟ لان اصلا ال HCl دي ده مركب خطير شويه. ال HCl ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى عباره عن ليكويد يعني سائل، او ممكن يبقى ايه، جاز. ممكن يبقى جاز. فهو ممكن يبقى ايونيك بوند، او ممكن يبقى كوفالنت بوند عادي جدا. فاهمين؟ يبقى في الحاله بتاعت الجاز، هما الاثنين عباره عن غازات، فهم الاثنين بيبقوا ايه، نون ميتالز. تمام؟ احنا قلنا الغازات كلها طبعا نون ميتالز. في الحاله دي بيحصل ايه، بيحصل شيرنج بالالكترونز. انه ده بيشير بالالكترون، وده بيشير. احنا قلنا السي ال ده ايه، عنده 17 الكترون بره في الاوتر موست، عنده 17 الكترون، يعني عنده 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. فهو محتاج الكترون واحد بس عشان يوصل لايه، عشان يوصل لحاله الاستقرار. فالهيدروجين هيشير بالكترون واحد، تمام؟ والسي ال هيشير بالكترون واحد. مش احنا قلنا ان هو بيشير او بيساهم بعدد الالكترونات اللي هو محتاجها علشان يوصل لحاله الاستقرار. فالسي ال ده هيروح مطلع من السبعه الكترونز اللي بره، هيطلع منهم واحد، والهيدروجين هيطلع الالكترون الوحيد اللي عنده. تمام؟ اهو الاتش ده، الاتش هيشيل الالكترون بتاعه ده، وهيروح مطلعه، تمام، بره. والسي ال كان عنده 1 2 3 4 5 6 7، عنده 7 الكترونز، هيروح مساهم بالكترون واحد من عشان هيروح مساهم بالكترون واحد من السبعه، لانه محتاج الكترون واحد بس عشان يوصل للاستقرار. فيروح مطلع الالكترون ده، تمام، يطلعه هنا برضه، يبقى عندي 2 الكترونز موجودين هنا. وانا برمز، طالما في عندي 2 الكترونز فانا برمز لهم بحرف بلاين كده. هو اللاين ده، اللاين ده عباره عن 2 الكترونز. ماشي؟ فالاتش طلع لي الكترون والسي طلع لي الكترون، وبعدين كونوا رابط بينهم. هو ده اللي اسمه ايه، اسمه الكوفالنت بوند. اللاين ده او الخط الصغير ده كده اسمه الكوفالنت بوند، اسمه الكوفالنت ايه، بوند. طب تعال بقى نعد كده الالكترونز تاني. قلنا عندك بصوا دي نقطه، الكترون 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 الكترون، يبقى عندك كده كام، 6 الكترونز هم حوالين السي ال. يبقى عنده 6 الكترون. الهيدروجين ما حولوش اي الكترون، عند زيرو. طيب مش اللاين ده قلنا ان هو عباره عن 2 الكترونز؟ تعال نكبر شويه كده. مش قلنا ان اللاين ده عباره عن 2 الكترونز، صح؟ يبقى عندك 2 الكترونز هنا، 2 الكترونز هنا بيدوروا حوالين الاتش، فالاتش دلوقتي بقى عنده 2 الكترون، وفي نفس الوقت بيدوروا حوالين السي ال. يبقى عندك 2 الكترونز زائد 6 هيساوي 8 الكترون. يبقى انا كده وصلت الهيدروجين ان هو يبقى عنده 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، وفي نفس الوقت وصلت السي ال يبقى هو عنده 8 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. فهمت الفكره؟ يبقى دي فكره الكوفالنت بوند عامه. بس كده يعتبر انا كده خلصنا شرح. تمام؟ يعني اتمنى بصراحه ان انا اكون السنه دي فرقت معاكم. ده هيساعدنا قبل ما يساعدكم انتم. انا يعني قلت لازم نبدا بالاساسيات، علشان الاساسيات هتفرق جدا 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 في استيعاب منهج ثالثه اعدادي. انه يعتبر هو منهج سهل جدا بامانه يعني، ولكن اصله بيبقى في الكومباوندز بقى والاتومز والسيمبلز والارتباط وهكذا. تمام؟ ده اصلا مبني على كده اصلا، الارتباط والكلام ده كله. فانا قلت لازم اشرح الاول الحاجات القديمه، بحيث ان احنا نستوعب منهج جديد واحنا بنذاكر. تمام؟ وخلي بالكم من السيشن دي والجايه باذن الله هيفرقوا معاكم جدا 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 في منهج الثانوي ان شاء الله. لما تخش ثانوي باذن الله وربنا يكرمكم، سواء بقى علم علوم او رياضه، هو حرفيا الكيمياء موجوده في الفرعين يعني. فعشان كده بصراحه انا قلت لازم يعني احط نفسي مكانكم، قلت لازم ابقى فاهم بصراحه المنهج قبل ما ادخل ثالثه اعدادي. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا، يعني لو كان في تقصير مني في السيشن دي فده مني انا، ولو كان الشرح كويس وانتم فهمتوا فده توفيق من ربنا. يعني اتمنى ان ربنا يكون وفقني في السيشن دي، وانتم تكونوا فهمتوا. ولو في مثلا اي حاجه مش واضحه معاكم ممكن تكلموني، تبعتوا لي، معاكم رقمي كده كده. واي حد محتاج اي حاجه يعني يقدر يكلمني، وباذن الله احاول قدر الامكان ان انا اوصل لكم معلومه وافهمكم قصدي يعني ان شاء الله. فبس كده يا شباب، بالتوفيق، وباذن الله تبقى السيشن فرقت معاكم يعني. وزي ما قلت لكم خلاص اخر مره، ولا اي حد محتاج اي حاجه يكلمني على طول باذن
باذن الله انا عندكم. وشاطر بقى اللي يقول لي شاطر اللي يقول لي انا قلت مثلا كم مره في السيشن النهارده، لا يقولها يعني لا يعدهم الصراحه، هعرف ان هو كان مركز. و يعني مش هعمل حاجه الصراحه، بس مش مشكله مثلا يعني. بس كده يا شباب. Thanks for watching made by دكتور عمر. اشوفكم ان شاء الله في السنه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني انت لما تصلي على النبي كتير ذنبك هيتغفر باذن الله، وهمك اللي انت شايله ده ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك الهم ده، يعني بيشيله من فوق عاتقك او من فوق رقبتك. فاهم الفكره؟ بس كده بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.